في ناس يوم القيامة هيتصدموا، كانوا بيصلوا، بيصوموا، وكمان كانوا بيعملوا خير، لكن يكتشفوا إن ذنوب صغيرة خفية هي السبب إنهم يتحرموا من الجنة. ذنوب مش بتبان للناس، لكن عند ربنا خطيرة جدا. تعالوا نكشف أخطر الذنوب الخفية اللي ممكن توديك النار من غير ما تحس. أول حاجة الكبر، وده اللي جوه القلب مش في الشكل بس. النبي صلى الله عليه وسلم وضح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة، حاجة أصغر من التراب. الكبر مش بس إنك تمشي شايف نفسك، الكبر الحقيقي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم شرح: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني ترفض الحق لما يتقالك وتشوف نفسك أعلى من الناس. شوف إبليس مثلا، كان عابد سنين طويلة، لكن لما ربنا أمره يسجد لآدم تكبر وقال أنا خير منه، وكانت النتيجة إنه اتحرم من رحمة ربنا للأبد. تاني حاجة الرياء، اللي هو تعمل الخير بس مش لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يعني إن المسلم يعمل عمل صالح ويظهره للناس ليمدح أو يكرم أو لينال منهم منفعة. يوم القيامة يفتكر حسناته قد الجبال، لكنه يلاقيها راحت. ربنا قال: قادمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبين الحديث ضرورة الإخلاص لله تعالى في كل عمل. ثالث حاجة سوء الظن. ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. تتخيلي إن فلانة بتتكلم عليكي أو إن فلان نيته شر من غير ما تتأكدي. سوء الظن بيخلي القلب أسود وبيخلي الإنسان ياخد ذنب من غير ما يعمل حاجة واضحة. رابع حاجة احتقار الناس. ممكن تبص لحد وتقول جواك ده تافه، ده أقل مني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كلمة احتقار أو حتى نظرة استصغار ممكن تكون سبب غضب ربنا عليك. خامس حاجة الحسد. الحسد مش بس شعور، الحسد مرض قلبي بيضيع حسناتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يعني ممكن تبني حسناتك بالصلاة والصوم والصدقة، وبعدين الحسد يجي يضيع كل ده. وربنا قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. المصيبة إن الحسد مش باين، محدش يعرف اللي جوده قلبك غيرك وربك. سادس حاجة وأخطرهم هي الغفلة والاعتياد. أخطر حاجة إنك تعمل الذنب وتستسهل وتقول هي كلمة صغيرة أو غلط بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. يعني ممكن كلمة بس تهوي بيك للنار. الذنوب الخفية أخطر من الظاهرة لأنها مستخبية، واللي حواليك ممكن يشوفوك إنسان صالح، لكن عند ربنا قلبك مليان مرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله تعالى يقيم البشر بناء على ما في قلوبهم من إيمان وتقوى وما يظهر من أعمال صالحة، لا على المظاهر الخارجية كالشكل أو الثروة. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير.